خلاف فيه. فالقرآن بناء على هذا المحكم كله محكم بمقتضى قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والمتشابه الأول أي أنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام والجودة وقوة السبك والإعجاز، فطويل القرآن كقصيره، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. أما الإشكال كل الإشكال والاختبار كل الاختبار والابتلاء كل الابتلاء في المحكم الثاني والمتشابه الثاني. المحكم الثاني الذي يعني فيما يعني أن الآية أو الجملة أو الكلمة لا تحتمل إلا معنى واحدا. وبالمثال يتضح المقال: قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا تحتمل إلا الدلالة على الوحدانية. قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا تحتمل إلا دلالة واحدة هي قطع اليد، لا تحتمل ضربا أو خلاف ذلك. أما والقرآن بهذا المعنى تقريبا 95% منه محكم، والخمس فيه الابتلاء الذي قال الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون في العلم ومن يقتفي أثرهم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما المتشابه فالذي يعني أكثر من معنى أو أكثر من دلالة أو يحتمل، من مثل قوله تعالى في آيات الصفات عن الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم فإنك بأعيننا، أو مثل قوله عز وجل في شأن عيسى: والذي كان سببا في حجاج وفد نصارى نجران مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت 100 آية بالتمام والكمال لتربي المسلمين على الحجاج العقلي من الآية 119 كما قلنا بالأمس: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، إلى الآية 120: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والخلاصة أن المسلم مطلوب منه مع المحكم جملة أمور، ومع المتشابه جملة أمور. مطلوب منه مع المحكم الإيمان به والعمل به، فمطلوب الوحدانية، والمطلوب الدعوة إلى الوحدانية، ومطلوب تطبيق حكم الله عز وجل في السارق والسارقة والعمل على هذا الحكم. أما المتشابه فمطلوب 3 أمور: الإيمان به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهذا تنوين عوض، إما تنوين عوض عن كلمة أو تنوين عوض عن جملة، أي كل مؤمن آمن بالمحكم والمتشابه، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم تفويض علم حقيقته إلى الله عز وجل، والعمدة في ذلك قول إمام دار الهجرة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم رد المتشابه إلى المحكم من جنسه، فأي آية تكون متشابها في شأن عيسى ترد إلى المحكم من جنسها في قوله عز وجل عن عيسى، من مثل قوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أو من مثل قوله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. آيات الصفات التي توهم تشابها ترد إلى مثل قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أو مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن موقف أولي الألباب من آيات الله الكونية: 14 صفة لللبيب العاقل كما تختم بها السورة: الذاكرون، المتفكرون، المتضرعون، الهاربون من النار، متجنب الظلم، عندهم سرعة استجابة لأوامر الله عز وجل، مستغفرون، يطلبون حسن الخاتمة، مصدقون لوعد الله عز وجل، يدفعون ضريبة الإيمان عن طيب خاطر، لا يغترون بعطاء الله للكافرين، يزنون الأمور بميزان الله. أولو الألباب من أهل الكتاب كأولي الألباب من المؤمنين: صبر ومصابرة ومرابطة وتقوى. هذه 14 صفة
قالها الله عز وجل في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويذكرون فعل مضارع يفيد الديمومة والاستمرارية. ذكرت أن ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال قياما وقعودا وعلى جنب. وجاءت سورة الروم لتقول ذكر الله في جميع الأوقات، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ثم عبادة بعد الذكر ثم عبادة التفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم عبادة ثالثة هي التضرع: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم عبادة رابعة الهرب من النار، في حديث عند الترمذي: ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. ثم الخوف من الظلم، ظلم الناس، وما للظالمين من أنصار. ثم سرعة الاستجابة: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ثم طلب المغفرة من رب الأرض والسماوات: فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ثم السعي إلى حسن الخاتمة وتوفنا مع الأبرار. ثم تصديق موعود الله عز وجل. وفي حديث عجيب للنبي المصطفى والرسول المجتبى يقول فيه: 40 خصلة أعلاها منيحة العنف، ما من عامل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. قال الله عز وجل: وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ثم دفع الضريبة عن طيب خاطر. عن طيب خاطر هذه أدعية جميلة رائقة ماتعة، ولكنه لا بد أن تتحول الأقوال إلى أعمال، لا بد أن تتحول المعلومات إلى معمولات. فاستجاب لهم ربهم بشرط واحد: تحويل الأقوال إلى أعمال. أني لا أضيع عمل عامل منكم، والاستعداد لدفع ضريبة الدين عن طيب خاطر. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. يا سيد الرسل طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، قادوا السفينة فما ضلوا وما وقفوا، وكيف لا وقد اختاروك ربانا. دفعوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا. دفعوا ضريبتهم صبرا على محن صارت بلالا وعمارا وسلمانا. لأنك مسلم سترى العذاب وسوف تواجه العجب العجاب. ستعطي كل أهل الأرض عدلا وتبصر حين تبصره سرابا. لأنك مسلم ستزور سجنا وتنهبك الصياط به نهابا. إذا قرعت به يمناك بابا سمعت الفحش يسرع والسبابا. وسوف يقال إنك حنبلي وأنك لا تلين لهم جنابا. وقد فتحوا لكل الناس بابا وقد غلقوا وقد أقبلت بابا. دفع الضريبة عن طيب خاطر. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم تستوفى صفات أولي الألباب في نظرتهم للكون في قوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المهاد. ثم أن يزن الأمور بميزان الله لا بميزان البشر. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ثم أولو الألباب من أهل الكتاب: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ثم خاتمة المطاف ومسك الختام: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان هذا موقف أولي الألباب من آيات الله محكمها ومتشابهها آيات الله القرآنية، وكان موقفهم من آيات الله الكونية. وصل اللهم وسلم على معلم الناس الخير.